بإذن الله. هذا الشهر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرصة للعباد كي يتوبوا ويستغفروا ويعودوا إليه، وجعل الله لهم مساحة كبيرة للدعاء والتضرع ونيل كل الحاجات في هذا الشهر الكريم، ألا إنه رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا ترى كيف هو حال شعبنا الإريتري في الداخل والخارج مع هذا الشهر العظيم، شهر الخير والتوبة الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الشهر يأتي إلى إريتريا وهي تعيش في أجواء من الخوف ومن الرهبة ومن الضيق المعيشي ومن احتمال وقوع حروب تأكل الأخضر واليابس. هذا الشهر الكريم العظيم المبارك يأتي والأمة الإسلامية أيضا تمر الحقيقة بظروف صعبة، ولكن أيضا تمر كذلك بآمال كبيرة جدا. وفي هذه الفترات تبين لنا الكثير من الواقع الغربي، وحيث فضحهم الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة. نحن ندخل اليوم في شهر عظيم مبارك ونحن نعيش هذه الأجواء. باسمكم جميعا أرحب بشيخي وأستاذي الدكتور حسن سلمان، داعية المعروف والباحث في القرن الأفريقي والسياسي والعالمي، في هذه الحلقة المباركة، فأهلا وسهلا به. مرحبا بكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في فاتحة هذه الحلقة طبعا نحن نناقش قضايا إريتريا من خلال شهر رمضان، لن نخوض كثيرا في فضل هذا الشهر الكريم، فالكل يعرف قيمة هذا الشهر وما أودعه الله سبحانه وتعالى من أجر كبير لمن أراد الخير، فهي فرصة للجميع. ولكن أريد أن أدخل في كيف يستقبل الشعب الإريتري المسلم كما المسيحي أيضا لهذا الشهر الكريم، كيف يستقبلون هذا الشهر في داخل إريتريا وفي خارجها على مستوى جميع القبائل. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في هذه الأيام المتبقية، وأن يهيئ لنا الفرصة المناسبة لصيام شهر رمضان، وأن يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجميع المسلمين آمين. بالنسبة لاستقبال المسلمين في إريتريا لشهر رمضان، ربما لا يختلف كثيرا عن كثير من الأحوال العامة لدى عموم المسلمين الذين يستقبلون شهر رمضان بالفرح، ويستقبلونه كذلك بالاستعداد له، ويستقبلونه بأن هذا الشهر هو شهر الرحمة وشهر البركة وشهر الغفران، وشهر تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النيران. وبالتالي يعني هي حالة ثقافية، خلينا نقول أكثر مما هي حالة تعبدية. ربما يعني الحالة التعبدية حاضرة بطبيعة الحال، لكن لما يتحول الأمر إلى سلوك عام يعني عند الكل تقريبا، الطائعين والعصاة، الصغار والكبار، الرجال والنساء، كما تفضلت، حتى ربما غير المسلمين اللي هم منضوين أيضا في مناطق المسلمين، كل هؤلاء عندما تجدهم يتفاعلون مع استقبال شهر رمضان ويتعاطون معه في ظواهره، على الأقل في مأكله ومشربه وكذا. فهذا تحول من التعبد إلى الثقافة، يعني أنه هي صارت حالة ثقافية يتعاطاها الكل ويتعامل معها، ولا يجد هنالك أي
إشكال في أنه يتعاطى مع هذه صحيح. الحالة. صحيح. وبالتالي نكاد نقول بأن استقبال شهر رمضان يحظى بالكثير من الفرح، يحظى بالكثير من الاستعدادات ما قبل رمضان. فتجد الناس والله مثلا يهتمون بقضية إنه والله يهيئوا أنفسهم قبل شهر رمضان بما يحتاجونه في رمضان. هذه ربما ظاهرة تكاد تكون عالمية اليوم، تكاد تكون عموم المسلمين في العالم أنهم يتجهزون، بغض النظر إن والله هذا هل هو مقصد شرعا أم ليس مقصدا شرعيا. يعني هل يريد الله منا فعلا هذا النوع من الاستعدادات، خاصة فيما يتعلق بالمآكل والمشارب؟ لكن خلينا الآن نتكلم على الأقل في الظاهرة، في أنه هي تعبر في جوهرها عن أن المسلم يريد أن يتهيأ لهذا الشهر كما جميل. يتهيأ للصلاة ويتهيأ للزكاة ويتهيأ للحج، فإنه يتهيأ كذلك لشهر رمضان. صحيح ما يبدو للناس في ظاهر الأمر أنهم يتهيئون بالاستعدادات فيما هو يحتاجونه من حاجات الإفطار، سواء والله تشترى من الأسواق أو تشترى من الأسواق ثم تصنع في البيوت. المهم هي حالة استعداد، بحيث والله نادرا ما يكون الخروج إلى بعض الأشياء الضرورية في شهر رمضان، الذهاب إلى الأسواق. ناس طبعا تكون متعبة من العطش ومن الجوع، وبالتالي غالب أشيائها خصوصا المعروف من الضرورات الأساسية مثلا مثل أنواع الملاحات اللي ممكن تجفف زي الويكا والأشياء هذه طبعا يشترونها ثم تخزن. أيضا الشطة، قضايا السمن، الأشياء السمبوسة. أيوه هذه كلها. أنا أعرف محل نعم. في أسمرة، هو ليس لمسلم، هو لمسيحي. نعم. محل يبيع السمبوسة بكميات ضخمة جدا. نعم. في شهر رمضان. هي التجارة هكذا، التاجر دائما هو التاجر الناجح ومن يستفيد من المواسم. بغض النظر هي مواسم بالنسبة له دينية أو غير دينية، لكن هو بالنسبة له ده ساحة للعمل وساحة للإنتاج يعني. فعلى كل الخلاصة فضيلة الشيخ هي أن شهر رمضان تتهيأ له النفوس وتتهيأ له الأرواح وتتهيأ له كذلك حتى الأجساد في استقباله والفرح به والتحرك فيما يؤدي إلى الجاهزية والاستعداد له، إلى أن تأتي اللحظة المناسبة في إعلان الشهر ويبدأ الناس على كل في الجوانب التعبدية في هذا الشهر. جميل. كيف ترى استعداد الإعلام في إريتريا لشهر رمضان؟ الإعلام الداخلي والإعلام الخارجي، الإعلام الرسمي والإعلام غير الرسمي. على كل هو فيما يتعلق بالإعلام الرسمي وغير الرسمي، أنا ما أتصور هنالك اهتمامات كبيرة بالمناسبات الدينية تحديدا، وخاصة الدينية الإسلامية. ليس هنالك استعدادات كبيرة بهذا للأسف الشديد. يعني ربما تحظى الأعياد المسيحية ببعض الاهتمام أكثر من الإسلامية لارتباطها مثلا بنهاية السنة وبداية السنة وكذا. ربما هذه تجد فيها حتى المسلمون دخلوا في هذا النوع من الاحتفالات، يعني اللي هو احتفالات رأس السنة ويسمونه بهذا. لكن لا تكاد مثلا الآن ما عدا القنوات الإسلامية مثل قناة سلام الآن مثلا، إنه والله هنالك تهيؤ واستعداد وترتيب بحيث والله يكون هنالك دروس أو برامج تستقبل بها رمضان. على كل هذه نادرة، ما أقول ما موجودة، لكن قد تكون نادرة، لأنه مثلا في بعض القنوات لماذا يعني ما الذي يمنع النظام أن يضع برامج تربوية يعني توعي المواطن الإريتري المسلم، توعيه في دينه، توعيه في بلده، توعيه لأن يكون مواطنا صالحا. أحسنت. وطبعا هذا واحدة من الإشكالات الكبيرة يعني اليوم اللي نحن نعاني منها في مفهوم العلمانية. يعني العلمانية تظهر بشكل قوي وشرس وأشبه بعلمانية فرنسا عندما يكون الأمر له علاقة بالمسلمين، لكن لما يكون الأمر له علاقة بالنصارى لا، ما تجد هذه الحساسية. تجد الاحتفال تشارك فيه قيادات ورموز والرئيس نفسه تجد والله حاضر في المشاهد الدينية المسيحية، لكنه والتلفزيون ينقل هذه الأشياء. لكن للأسف الشديد ما تكاد تجد مثلا التلفزيون الرسمي الأريتري هذه الشريحة، مع أن سبحان الله الآن صار الإعلام مثلا فيما يعرف بالخارطة البرامجية يدرك أن هنالك مجموعة من الناس يهمهم الشأن الديني فيضع لهم مساحة. نعم. لكن الحالة في إريتريا للأسف الشديد يعني كأنما وضعت قطيعة تامة بين الدين والمتدينين، يعني بين الدين والمتدينين. الله مستعان. يعني أنت حتى أحيانا تكون عندك موقف من الدين، لكن ليس عندك موقف من المتدينين كشريحة إعلاميا أنت مستهدفة.
بمعنى أنت تريد شاشتك أن تصل إلى هؤلاء، نعم. يستمعون إليها، يتابعونها. أيضا عندك مؤسسات رسمية حتى برضو تعطيها حقها، عندك الأوقاف، عندك الإفتاء. يعني هل والله نصيب الحالة كلها إنه والله بس في رمضان يعلن إنه اليوم أو غدا هو رمضان وغدا هو العيد، هل هذه هي فقط، ولا يمكن أن تكون هنالك فعلا برامج مستهدفة؟ قديما لم يكن يعلن، هل الآن يعلن بصفة رسمية من قبل سماحة المفتي؟ نعم نعم، لا الإعلانات رسميا، الآن رسميا، الإعلانات رسميا إنه تعلن غدا الإفتاء غدا، وغالبا هم يتبعون الحالة السعودية، المملكة العربية نعم السعودية. نعم. جميل. فهذه واحدة من الإشكالات حقيقة، وزي ما تفضلت ونحن دائما من منابرنا التي ننشد فيها النصح للجميع، ننشد فيها النصح للسلطة، وننشد فيها النصح للمعارضة بالضبط والكل. بالضبط. نقول والله يا أخي ليس من المصلحة أيا كانت، لا المصلحة السياسية ولا المصلحة الوطنية ولا المصالح الدينية ولا حتى المصالح الاجتماعية أن توجد قطيعة بين مكون مهم جدا وأصيل في تركيبة الشعب الإريتري، أنه لا يكون حاضر في الإعلام الرسمي. لا، يعني نحن خلينا نقول يا أخي ما مطالب أنت والله أن تعرض الإسلام كما نفهمه نحن مثلا، أو كما تفهمونه قناة السلام مثلا، مش كده؟ اللي هي ترى أن الدين شامل لكل ما لا، أنت والله عندك مساحة على الأقل فيما يتعلق بالشعائر التعبدية. العالم كله ما دام عندك كتلة مسلمة معناها في صلاة، معناها في صيام، معناها في حج، مش كده؟ هذه الأشياء اللي يفترض لا تغيب عن أركان الإسلام، أركان الإسلام. نعم. أركان الإسلام التي لا تعاديك أصلا. أيوه، وبالتالي القطيعة معها هو في الحقيقة رسالة سالبة، شئنا أم أبينا. يعني وهو يستعدي المسلمين نعم بطريقته هذه بالطبيعة. يعني أنا أقول ليت الحالة في إريتريا الآن تستفيد من الحالة في إثيوبيا. انظر إلى أبي أحمد مثلا، كل سنة يشارك في الإفطارات، يشارك في كذا، ويحضر معهم الاحتفالات الدينية ويبارك لهم، بل يعمل إفطار رسمي هو حتى يجمع الناس. هذه كلها الذي يقود الدولة ما يسمى برجل الدولة هو الشخصية التي تستطيع. رئيسنا إسياس ما قد حضر أبدا لا في إفطار ولا في أبداً, أبدا. هذه واحدة من الإشكالات منذ الكبيرة. 34 سنة لم يحضر لنا إفطار. نعم صح، لا إفطار. هل هو تقصير مننا ولا منه؟ لا هو هل وزارة الأوقاف ما دعته؟ هل هي إدارة الإفتاء ما دعته؟ لا هي لا تستطيع أن تدعو أصلا إلا بتوجيه. يعني هذه واحدة من الإشكالات. هذه واحدة من مهام رئيس الدولة. أنا ما أطالبه، حتى أنا شخصيا مثلا كان شخص مسيحي ما أقول له والله يا أخي قم بما يقوم به أبي أحمد، لأنه أبي أحمد كسر الحواجز ويرى أنه والله كرأس للدولة يمثل الجميع، يحضر لهؤلاء وهؤلاء دون حالة دينية. هو يرى نفسه أنه والله هذه حالة احتفالية يحضر فيها، حتى لو لم يكن مكلف بالصيام ولا طيب ما حضر إسياس، مشغول إسياس. لا هو الوزراء الباقيين ليش ما يحضرون؟ أيوة، هنا الإشكالية. يعني أنت يفترض أن يكون والله حتى أنت عندك مشكلة ما تريد تحضر في حالات المسلمين، نعم، أبعث من يمثلك. نعم، أبناء المسلمين الموجودين معك خلي واحد منهم يمشي يمثل المسلمين. أيوة. في عندنا 4 وزراء مسلمين. يعني لا حليمة الحمد لله برضو جهة جديدة. عندنا حليمة وفوزية الآن والله الحمد لله الحمد لله خير. طيب شيخ حسن، ما وضع المساجد في استعدادها لشهر رمضان؟ المساجد في داخل إريتريا والمراكز الإسلامية في خارجها. وقد تكون حالة المراكز الإسلامية في خارجها أفضل، باعتبار أنه كثير منها الحمد لله يتمتع بالحرية ويتمتع بأنه والله في جاليات حية ونشطة ومهتمة، بل بعض جالياتنا يعني أحيانا تستجلب شيوخ من خارج الدولة. نعم. كما حصل يعني العام الماضي ما شاء الله، مثلا كان الشيخ عبد الحي يوسف مثلا ذهب إلى أستراليا وكان اهتمت به الجالية الإريترية كثيرا. أيوة. فكانت مثل هذه موجودة والحمد لله. يعني وفي بعض البلدان هم جزء من الحالة العامة كما هو الحال في دول الخليج مثلا، تجد المسلمين الحمد لله يقومون بشعائرهم في كل مكان. بشكل عام هنالك الحمد لله بعض البلدان فيها استعدادات جميلة جدا وجيدة وفيها شيوخ ودعاة وكذا. أستراليا ممتازة جدا، بريطانيا ممتازة جدا، أحسب أيضا أن كندا وأمريكا هذه برضو فيها الحمد لله مناشط للجالية الإريترية المسلمة. فعلى مستوى الخارج الأمور الحمد لله يعني طيبة. طبعا أبناء الجالية الإريترية أيضا هم أئمة مساجد وبعضهم أيضا ما شاء الله حتى يؤمون لمساجد عامة يعني لغير الإريتريين وكذا. بالنسبة للمخيمات مثلا في شرق السودان أيضا تتمتع بفضل الله سبحانه وتعالى باهتمام كبير جدا في المساجد، ويكاد يكون اليوم
نسبة القراء والحفظة ما شاء الله في هذه المخيمات يعني أعدادهم أعداد كبيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، بل كثير منهم ما شاء الله يشارك في المسابقات الدولية ويفوز بها. يعني هذه من أفضال الله تبارك وتعالى. اليوم بالنسبة للداخل موضوع المساجد عموما، يعني حتى هذه اللحظة يعني ربما الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقول متبقي للمسلمين كهياكل على الأقل قائمة موضوع المساجد، وأنها على الأقل موجودة وتقام فيها الصلوات وتقام فيها الجمع والجماعة والأعياد. حتى هذه اللحظة الحمد لله بعض المناطق بطبيعة الحال أيضا فيها حلقات العلم والدروس كالمدن الكبيرة مثلا، هذه موجودة. أيضا الاستعدادات عموما لرمضان والاهتمام بها أيضا بفضل الله هذا موجود. لكن من القضايا طبعا التي حسب ما أعرف يعني من القضايا التي يعاني منها الناس الآن هناك مثلا في كثير من المناطق موضوع المصاحف مثلا، تجد الناس يعانون من والله وجود المصاحف التي يقرؤون عليها، وهذه واحدة من الإشكالات طبعا للأسف مصاحف قديمة يعني ما يوجد مصاحف. لا يوجد مصاحف، بالعكس لا يوجد مصاحف. طيب اليوم العلاقة السعودية الإريترية جيدة، ألا يمكن وزارة الأوقاف أو إدارة الإفتاء أن تطلب رسميا من المملكة العربية السعودية من مطبعة الملك فهد يرحمه الله مجموعة من هذه المصاحف؟ هذه واحدة من على كل من مهامهم بلا شك، ومن حقهم أن يطلبوا وأن تأتي المصاحف إلى، لكن حتى الآن للأسف الشديد يعني ما أقول لك إنه وصلنا مرحلة الدول الشرقية التي كانت تلاحق الناس في مصاحف، ما وصلنا بفضل الله عز وجل. هذا يمكن من أفضال الله على الناس، حتى الآن على الأقل من يحمل مصحفين يمر يعني ما لكن ما مصلحة الدولة الإريترية أن تمنع دخول المصاحف؟ وهل منعت فعلا؟ لا هي حتى لا نتهمها لا أنا الآن جورا وظلما. مش أقول هي مانعة، هي بطبيعة الحال هي مضيقة. نعم. يعني تتعامل مع هذه الأمور كلها بحساسية عالية جدا. يعني مثلا التفاسير صح ثبت أنها منعت، وعن طريق المفتي السابق مجموعة هي على كل يعني الآن أنت لو جئت أيضا بكمية من المصاحف كشخص ما يسمح لك إلا أن تكون هنالك تنسيق مع الأوقاف وتنسيق مع الإفتاء وكذا. وأنا أحسب أن التقصير هنا بشكل أساسي يقع على الإفتاء ويقع على الأوقاف. خلينا عشان ما كل مرة نحن نحمل أيضا الدولة، يعني يفترض أن تكون والله الجهة التي يعني لا يعقل أنت والله عندك ملايين من المسلمين ولا يكون هنالك قدرة على إدخال المصاحف مثلا لهم، على الأقل يعبدون الله سبحانه وتعالى بهذه المصاحف. إذا في خلاوي القرآن الكريم يصلهم هذه كلها من الأشياء اللي حاصل فيها تقصير. هل هناك أيضا يعني نشاط في طباعة كتب مثلا باللغة التجرينية لتوعية المسلمين في عبادة الصيام وصلاة التراويح وكذا؟ هل ممكن تطبع في داخل إريتريا أو هذا أيضا ممنوع؟ لا في داخل إريتريا ما في أصلا لا طباعة مصحف ولا طباعة كتب دينية، دي قولا واحدا يعني ما فيها هذا المجال. لكن ليتهم يسمحون يعني مؤلف لسماحة المفتي مثلا، ما الذي يمنع؟ هو المشكلة سماحة المفتي نفسه ما عنده أصلا يعني هو مش يعني الحمد لله ولا يصطدم مع الدولة وينفذ قرارات الدولة، فما المانع أن هي المشكلة الرجل ملتزم تماما بسقوف الدولة. يعني أنا في رأيي في بعض القضايا يفترض أن الإفتاء والأوقاف ترفع السقوف ولا تكون مستجيبة لسقوف الدولة. ما خلاص السياسي هذا قلق من كل شيء سواء بأجندات أو بغير أجندات، هو على كل من مصلحته أنه كل ما يراه تشويش أو كل ما يراه اتجاه معاكس لما يريد أن جميل. نعتبر هذه نصيحة لسماحة المفتي. أنت الآن شيخ حسن سلمان في منبر وهو يسمعنا، ماذا تقول له في هذا الباب؟ أنا أقول له بأن الواجب الديني في إريتريا اليوم منوط بالإفتاء بشكل أساسي، ومن حقه أن يطالب ومن حقه أن يضغط ومن حقه أن يعلم المسلمين بأن والله من واجبهم أن يطالب بحقوقهم الدينية. الآن نحن لا نتكلم هنا عن حقوق سياسية، من حق الناس أن تطالب بحقوقها الدينية بشكل كامل. نعم. إنه والله من حقها أن تجد حظها في الصلوات، من تجد حظها في الزكاة، أن تجد حظها في الحج، أن تجد حظها في الحالة بتاعت الصيام اللي قاعد موضوع القرآن الكريم، حتى فيما يتعلق بتأهيل وإعداد الأئمة والمؤذنين مثلا. هذه أبسط الحالة الدينية في كل بلد. يعني كل البلاد اليوم تقريبا بلد فيه مثل جورجيا مثلا القريبة مننا فيها عدد بسيط جدا من المسلمين. انظر إلى حجم الاحترام الذي يناله هؤلاء. قبل 5 سنوات تقريبا
كان يزور إريتريا مجموعة من الأئمة من دولة مصر، نعم. أزهريين. نعم. الآن منعوا، ما السبب برأيك؟ يعني هي نفس الخطوات اللي اتبعت مع غيرهم. كان في السابق مثلا وضع انه الحاله الدينيه الوهابيه ان صح التعبير او السلفيه استهدفت بشكل مباشر، وفتح في مقابل ذلك حتى لا يقال هنالك حرب على الدين وعلى المسلمين، فتح نافذه للازهر. ثم مع فلما انتهوا من هؤلاء بدأوا في بدأوا هؤلاء. بهؤلاء ومنع الوضع. لكن انا مش مشكله، خلينا شيخ برهان نمشي معهم الى النهايات. يا اخي خلاص انت وقف الكل، أخبرنا عن الدين الإسلامي في إريتريا كيف تريده بس. يعني أنت الآن عندك مسلمين. إذا قال لك أنا لا أريد الدين أصلا ولا أريد الإسلام في إريتريا أصلا، فماذا ستفعل؟ هذه أنا أعرفها أصلا يعني. هو أنا أتكلم الآن زي ما يقولوا الكذاب أمشي معه إلى خشم بيته، يعني أنت إلى خشم الباب يعني. فنحن نتكلم الآن بأن والله إذا أنت صادق وجاد في أنه والله مشكلتك مع المستورد كما يقولون، وأن أنت معترف بالحالة الوطنية والحالة الصوفية التقليدية اللي هو يقولون هكذا، يقولون نحن معترفين بالصوفية الختمية. طيب الصوفية الختمية ليست ضد المصاحف، ليست ضد الصلوات، ليست ضد الزكوات، ليست ضد الصلاة ولا الصيام، ولا أيضا تحارب أن الناس يقرؤون القرآن الكريم. بالعكس، أنا إلى سنوات أعرف مثلا أن السيد محمد عثمان المرقني الشخص الوحيد في الحالة الإريترية كان مسموح له بأنه والله الخلاوي بتاعته شغالة في مجموعة من وهو طبعا رئيس الطائفة الختمية السودانية. فكان مثلا هذا الأمر موجود. لكن لاحظت مثلا من خلال الرصد، يعني احنا طبعا فترة من فترات أشرفنا على بحث عن موضوع الحج، فوجدنا يا شيخ برهان أن الحج مثلا تراجع بنسبة تصل إلى 90% تقريبا أو أقل شوي. يعني مثلا من 4000 سنة 91 أو 93 إلى 400 أو أقل في العام الماضي. فأنت معنى هذا التراجع لا يمكن أن تقول لي بأنه والله هو تراجع طبيعي، ليس طبيعي. يعني العالم كله نسبة الحجاج بتزيد، كل العالم هنا بينقص. ليش ينقص؟ يتناقص. السياسات التي تتبع في النظام في إريتريا هي سياسات قاتلة للدين كله. ماذا عن العمرة؟ كلها هي المشكلة. هو أولا لأنه حالة تجيش عام، الوطن كله يعيش في حالة تجيش عام، وإنه والله أولا الشباب لا يسمح لهم بالخروج، وأيضا البنية نفسها مدمرة، البنية الاقتصادية في البلد كثير من الناس لا يسمح له. لكن قد يكون عموما بعض الناس اللي عنده شيء من الإمكانات قد يستطيع أنه يعني موضوع العمرة قد يكون أسهل عندهم من موضوع الحج. نعم. الله المستعان، الله المستعان. والله يا أخي أمر محزن إريتريا، نسأل الله تعالى أن يرفع عنها هذا البلاء. طيب الآن شيخ حسن، بما أنك فتحت موضوع التجيش وكذا، الحالة طبعا في القرن الأفريقي كما نلاحظ ونشاهد وأنت أعلم منا بهذا، هناك يعني طبول الحرب تدق في المنطقة منذ حوالي أكثر من 6 أشهر، كل يوم تزداد سوءا. هل لرمضان أن يكون حلا في يعني إبعاد هذه الحرب المتوقعة والنزول إلى طاولة المفاوضات؟ هل ممكن الشعب الإريتري المسلم يرفع كف الضراعة إلى الله في هذا الشهر الكريم فيسأل الله تعالى السلام والأمن والأمان؟ هل ممكن النظام الإريتري يعقل فيتفاوض مع النظام الأثيوبي في منطقة البحر؟ هل ممكن أيضا النظام الأثيوبي أن يعقل فلا يطالب ب يعني الاستلام ميناء عصب بقوة، وأن يعني يركز على هذه القضية في كل مرة ويقول أن ميناء عصب له؟ هل ممكن أن ينزل قليلا فيقول يعني نتفاوض في هذا الموضوع نستفيد من الميناء سويا؟ حول هذا لو تحدثنا. نحن مقبلين على شهر كريم، هو هذا الشهر رحمة من الله عز وجل على الجميع. إذا دخل رمضان كما لا يخفى على شريف علمكم فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين وصفدت الشياطين. الشياطين لها دور في إقامة الحروب حتى بين الدول، شياطين الإنس وشياطين الجن. فهل رمضان يكون له خير في هذه المنطقة أو لا؟ اللهم اجعله خيرا يا رب. نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام واستقرار.
هو للأسف الشديد يعني لما يكون الأنظمة لا تعبر عن شعوبها ولا عن مصالحهم الحقيقية، لأنه لا أتوقع أنه والله مصلحة الشعبين الحرب، لا مصلحة الشعب الأثيوبي ولا ولا مصلحة مصلحة الشعب. الشعب الأثيوبي. صحيح. هذه قولا واحدا، لا صحيح. يقول عاقل بأنه الآن والله الشعوب بحاجة إلى حروب، نعم. ولا أيضا هنالك ضرورة للحرب. أحيانا ممكن يقول لك والله نحن مضطرين، ما في ضرورة للحرب. قولا واحدا، ليست هنالك ما يؤدي بنا أي نعجز عن أن نجلس على طاولة التفاوض ونعجز عن الوصول إليه، ليست كذلك. هذه تقريبا مسألة. لكن تبقى هنالك سبحان الله أطماع القادة وتطلعاتهم غير المشروعة ورؤيتهم لما ينبغي أن تكون عليه المنطقة. فمثلا إسياس أفورقي هو رؤيته أن إثيوبيا لا يريدها دولة قائمة على الفيدرالية مثلا، لأن بالنسبة له مزعجة، يرى أنه والله يريد إثيوبيا دولة مركزية واحدة، لأنه كده يعني تاريخيا هو تعود أو عقليته متبرمجة على هذا الوضع، إنه أثيوبيا تبقى دولة إيه؟ أنت ما تحاول تعطي هذه القوميات حريتها ولا تعطيها حقوقها، لا، يجب أن يكون في نظام مركزي قابض. هذا يسمى تشابه الأنظمة، فكل نظام يود النظام المقابل له يكون شبيه. فمثلا الملكيات تنزعج من الديمقراطيات، كذلك الدكتاتوريات تنزعج بشكل أو آخر من الفيدراليات، تنزعج وقلق. فهو أول قلق جدا من هذا الجانب عشان تكون أيضا الطرف الآخر يشعر بأن والله سياسة أفورقي نتيجة هذه الرؤية عنده تحركات في داخل الشأن الأثيوبي، نعم، فيسبب لهم مشاكل. يسبب لهم مشاكل. نعم. فهم ماذا يفعلون؟ هم قد لا يكون عندهم القدرة على إثبات هذه التحركات، فماذا يفعلون؟ يرفعوا السقف، يتجهون نحو إيه؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن فيقول نريد البحر، نريد كذا، نريد وعندنا الحق. فهي في حقيقة الأمر هي محاولة إدارة صراع، حصل إدارة صراع بين، لكن الشعوب كل هذا ما يعنيها كثير. شعوب والله لو سألت الشعب الأريتري عندكم مشكلة أن إثيوبيا تستفيد من عصب، يقول لك يا أخي حلنا وريحنا من هذه الحروب وأعطيهم شيء وخلي الأمور تمشي. صحيح. ويسمع، ما في أحد اليوم يقول لك والله يا أخي نحن دايرين نسد على الشعب الأثيوبي وليموت الشعب الأثيوبي، ما في أحد بيقول. في هنالك جوار وفي هنالك دين وفي هنالك تواصل وفي هنالك أرحام، إنسانية، أشياء كثيرة جدا، عقل وحكمة. أيوة. كيف أنا أضيع؟ لا أحد يقول والله هذا كشعوب الآن. ولو أن هنالك برلمان في إريتريا اليوم أنا لا أتوقع أنه سيسمح لأي سلطة سياسية بأنه والله تقرر قرار حرب. هذه مسألة منتهية. طيب إذا كان والله هي المسألة هكذا وزي ما تفضلت والشيطان لاعب فيها، الشيطان لاعب بطبيعة الحال. إذا كان والله عوامل الحروب بشكل عام هي قد تكون عوامل ثقافية، عوامل قومية إثنية، عوامل مصلحية، لكن يقولون المحرك الفعلي لكل هذه الدوافع هو الشيطان. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، فيبقى التحريش ويؤزهم أزا ويدفعهم دفعا، لأنه هو في نهاية المطاف على خلاف الاستخلاف الذي أراده الله في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، مش كده؟ المناقض لها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب نحن من هذا المنبر نحيي الرئيس أبي أحمد ونرسل له رسائل في مثل هذا الموضوع، ماذا تقولون له؟ أنا أولا أقول له بأن الشعب الإريتري في غنى عن أي محاولات للمجاسفة والمغامرة من هنا أو هناك في خوض الحروب. النقطة الثانية، اليوم الشعب الإريتري لا يتمتع بنظام سياسي يعبر عنه، وحتى الآن نظام 34 سنة تقريبا على رأسه شخص واحد وليس حزب واحد. حتى يوم أن كان حزب واحد ربما شوية كان في مساحة للأخذ والعطاء، اليوم نحن في مساحة الرجل الواحد الذي يقرر القرارات. وبالتالي أي محاولة للدخول في حروب بحجة أنك والله تريد أن تصل إلى البحر، فهذا سيكون خصم على أبي أحمد نفسه، فلن يكسب من هذه المحاولة. جميل. يعني ما أتصور أنه سيربح هذه المحاولة، لكن قد يربح لو أنه وقف مع الشعب الإريتري في حقوقه المشروعة، في بناء نظامه السياسي، في بناء الديمقراطية، في بناء حسن الجوار، في بناء كذا، دون أن تخوض مع هذه الحروب. قد تكسب الكثير في هذه الحالة، قد تكسب الكثير فيها. صحيح. وسيقال بأنه والله يا أخي أبي أحمد جنب الناس على الأقل هذه الحرب اللعينة التي يمكن أن تأكل الأخضر واليابس. وخصوصا هو طبعا ما ننسى برضو أخذ جائزة نوبل للسلام بداء على اتفاقات السلام اللي حصلت 2018. نعم. السياسة فرق ما نال شيء. طيب أنت الذي نلت الآن، وبالتالي المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي سينظر الآن إلى
أبي أحمد لا ينظر إلى سياسة، لأنه كلهم يدركون بأن سياسة فرقة أحيانا في سبيل الإبقاء على وضعه قد يفجر حرب. لكن أنت لا يمكن أن تتحرك بهذا المنطق. أنا أقول قد لا يلزم أن يتحرك بهذا المنطق الذي فيه جميل أضرار جدا هذه النصيحة وهذا لعله يسمعها فخامة الرئيس أبي أحمد. ماذا أيضا للنظام الإريتري؟ ماذا تقول لهذا النظام؟ والله شيخنا، النظام الإريتري ابتداء هو بحاجة إلى مصالحة مع شعبه، مصالحة شاملة. أو يعني المدخل الآن للإصلاح، مدخل لبناء الدولة، المدخل للاستقرار، المدخل للتنمية، المدخل للنهضة، المدخل لأن تكون إريتريا اليوم لاعب أساسي في هذه المنطقة ولاعب إيجابي وليس لاعبا سلبيا، هو أن يكون والله النظام يقوم على رضا من شعبه وعلى قبول من شعبه. صحيح. وأن يكون هذا الشعب يشعر بأن والله في دولته ليس غريبا. صحيح. إذا كان والله فإذا حارب بقناعة بلا شك، وإذا دافع بقناعة، وأن من يدافع هو يعني الذي يدفع الثمن في كل الأحوال هو هذا الشعب. طيب إذا كان والله الشعب هو من يدفع الثمن، فلماذا لا يكون الشعب مشارك في القرار؟ ولماذا لا يكون الشعب حاضر بمؤسساته، حاضر بقياداته، حاضر برموزه؟ فأنا في تقديري المدخل للحالة الإريترية لإصلاحها هو أن تكون هنالك حالة مصالحة مع الذات، حالة مصالحة مع المجتمع، حالة انفتاح على الأقل، وإعطاء الشعب قبل حقوق السياسية إعطاء حقوق المدنية. يعني اليوم الشعب الإريتري يعاني من الحقوق المدنية ويعاني من الحقوق الدينية. يعني أنت الآن تتكلم عن قضية رمضان وليش ما يكون في فرص، ده الحق الديني الذي تكفله كل الأنظمة. صحيح. هل يتوب النظام فيسمح بالمدارس القرآنية؟ هل ممكن أن يتوب النظام فيطلق سراح الشيخ شعبان بمناسبة شهر رمضان، كما أطلق سراح أكثر من 90 مسيحيا، أكثر من 90 مسيحي تم إطلاق سراحهم في قضايا مختلفة لم يكن فيها حكم المحكمة. فهل ممكن أيضا أن يتصالح هذا النظام مع المسلمين فيطلق سراح الشيخ شعبان وسراح جميع المعتقلين منذ أكثر من 30 سنة؟ هل ممكن هذا يا شيخ حسن؟ والله الإمكان العقلي ممكن، يعني ليس مستحيلا كإمكان عقلي إنه والله. يعني أنت ذكرت ينبغي له أن يتصالح. أحسنت. هذه نعم، المدخل لأنك أنت تبدي حسن النية تجاه هذا الشعب. أول خطوة أنك والله تطلق سراح هؤلاء السجناء كما تفضل. أول خطوة إنه أنا أبيض صفحة السجون وأطلق سراح الناس. تصور بالله حجم التفاعل الذي سيكون عندما أنت تطلق سراح الأئمة وسراح الدعاة وسراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم لأسباب سياسية وقراء المساء، يعني حفظة القرآن الكريم، كل هؤلاء لو أنك والله أطلقت سراحهم. حتى المجموعات الدينية المسيحية التي والله أنت أيضا أدخلتها السجون من المجموعات المخالفة للأرثوذكسية مثلا، لو أنك أطلقت سراحها، يعني هل هذا سيكون خصم على النظام ولا سيكون في رصيد النظام؟ بطبيعة الحال سيكون في رصيد. نحن على كل من هذه المنصة ليس أمامنا إلا أن نقول إذا أراد النظام أن يبقى طويلا وأن يعمر كما يقولون، فإن الظلم مؤذن بخراب العمران. الله المستعان. طيب دعنا الآن ننتقل إلى المعارضة الإريترية الموجودة في الخارج. ماذا ستقدم لنا في شهر رمضان؟ المعارضة على كل هي تختلف. يعني في معارضة بلا شك أنها تعطي رمضان أولوية قصوى، وهذه إن صح التعبير هي المعارضة الإسلامية وليست المسلمة، لأن المسلمة أوسع من الإسلامية. جميل. حتى تكون يعني المعارضة التي تقول بأنها ترفع شعار الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، هؤلاء رمضان بالنسبة لهم برنامج متكامل فيه كثير من المناشط الدعوية، كثير من المناشط التربوية، كثير من المناشط الخيرية، كثير من المناشط الاجتماعية. فتجدهم مثلا يعملون على نظام الإفطارات، ويعملون على موضوع الاهتمام بالأئمة وإقامة الصلوات الجماعية والاهتمام بهذا الاتجاه، توزيع الزكوات إذا ما تيسرت لهم كذلك، والوصول بها إلى الفقراء والأرامل والمساكين. فالمعارضة الإسلامية على كل تنظر إلى شهر رمضان بأنه موسم مهم جدا لأن تعمل على الاقتراب من المواطنين والاقتراب من الناس حتى تستطيع أن تقدم لهم ما يمكن تقديمه. شيخ حسن، يعني بدون مقاطعتك سامحني، لكن مهمة هذه النقطة. هل حاولت المعارضة في التواصل مع النظام للتفاهم حول كيفية يعني الدخول في البلاد ويعني السماح
بوجود هذه الأحزاب وبناء هذا الوطن سويا، أم يئست منذ أن يعني رفض هذا النظام قبول هذا الباب؟ هل هناك محاولات؟ لا، هو أنا في تقديري هي المعارضة لم تيأس ولم تتوقف أيضا. يعني هنالك محاولات معروفة مذكورة، كثير محاولات، وربما أنا شخصيا كان عندي أكثر من محاولة، تارة عن طريق إخواننا المصريين في فترة من الفترات من 2007 إلى 2012. كان المصريون وقتها قلقون من تواجدنا في أثيوبيا، فكانوا يقولون لي يا أخي أنتم وجودكم في أثيوبيا مشكلة، تعرف أنت حساسية. فكنت أقول لهم والله نحن جاهزين، أفتحوا لنا المكاتب في القاهرة ننتقل من أديس أبابا، ما عندنا مشكلة. فكانوا يقولون لماذا لا نحاول أن نقرب بينكم؟ قلت لهم قربوا، وذهبوا في الموضوع وقابلوا الرئيس وقابلوا السفير في مصر. هذا كلام 2007 إلى 2012 في هذه الفترة. جميل. وقمنا في الخرطوم بتذكر بورشة حول وحدة قوى المعارضة فيما يتعلق برؤيتها للحوار الأريتري، وقامت بهذا الموضوع تقريبا جامعة القاهرة قسم الشؤون الأفريقية، وأنا كنت وقتها 2007 اشتركت في مؤتمر هناك، وبعدها وكان معي حقيقة أخونا دكتور عبد الله الجبرتي، حضرنا في هذا الملتقى اللي هو في مؤتمر علمي. سبحان الله 2012 أبلغني المصريون بأنه والله يا أخي النظام فعلا كما قلتم ما يريد الحوار ولا يريد أن يسمع ولا يريد أن يقول لكم بأنكم تأتون أفرادا. قلت لهم والله الأفراد دي متاحة أصلا، ومن دخل فردا أيضا لم يأمن على نفسه، يعني كثير من الناس دخلت كأفراد، وهذه مشكلة. إذا دخل هو المشكلة النظام إذا أردت أصلا أن تدخل معه بصفتك الفردية لست آمن، وإذا لم تدخل ضمن سياق ضمانات دستورية وقانونية وآليات كذلك لنظام سياسي تكون فيه مجموعة من الضمانات التي تجعل الناس على الأقل آمنين على أنفسهم وعلى وجودهم داخل البلد، لا تستطيع أن تقوم بشيء يعني. وبالتالي أنا لا أقول بأن المعارضة لم تسعى، بل أقول بأن النظام لا يقبل. هي فكرته قائمة على أساس أنك أنت تندمج وتدخل في الداخل. حتى من 91 التنظيمات الإريترية اللي كانت تقاتل مع الجبهة الشعبية نفسها في الميدان، اللي هو قوات التحرير الشعبية، تنظيم الموحد، جبهة التحرير الإريترية، كانت في اللجنة الثورية، مجموعة من التنظيمات موجودة. النظام رفض أن يتعامل معها وقال لهم والله الذي يدخل بصفته، فالتنظيمات حلت نفسها ودخلت، ما عدا التنظيمات الإسلامية تقريبا رفضت الدخول، وكانت قراءتها في تقديري قراءة صائبة للمشهد، كانت تقول بأن النظام غير مأمون وليست هنالك ضمانات، والناس الذين دخلوا أغلبهم اليوم تقريبا في السجون والمعتقلات، يعني لم يبقى هنالك شخصيات ربما. حتى الشخصيات اللي كانت خلك من الذين جاءوا من الخارج، كثير من رموز الجبهة الشعبية المؤسسة اليوم هي أيضا في داخل السجون والمعتقلات. فالأزمة هي أزمة نظام، وأزمة انقلاق سياسي، وأزمة انسداد في الأفق، وأزمة استبداد وديكتاتورية بلغت إلى مداها. وبالتالي هذه المسألة تحتاج فعلا إلى شغل حقيقي من عموم الشعب الأريتري وقواه السياسية المختلفة في الداخل والخارج. وهنا أنا لا أستثني عندما أقول قوس، حتى الجبهة الشعبية إذا افترضنا أنها اليوم هي موجودة كحزب، يفترض أن تفكر في مستقبل الدولة الإريترية كحزب، إيش اللي حيكون مستقبل هذه الدولة. ولكن للأسف الشديد عندما يربط هذا الحزب بالسلطة السياسية ويعتبر يفكر بتفكيرها ولا يعزل نفسه عن السلطة التنفيذية، أيضا هي إشكالية تهدد الدولة في المستقبل. جميل. دكتور حسن سلمان، نختم حلقتنا بدعوة شعبنا الإريتري الذين يعيشون في الخارج المتمكنين إلى دعم إخوانهم في داخل إريتريا أو في المخيمات السودانية، حقيقة يمرون بظروف صعبة، وشهر رمضان هو شهر الخير. ما هي رسالتكم لهؤلاء الموسرين وحتى غير الموسرين متوسطي الدخل؟ لأن عددنا في الخارج لا يقل عن 3 مليون نسمة، في الخليج، في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، في غيرها. نعم. وهذا موسم خير، والشعب الإريتري في السودان يعاني حقيقة، وكذلك الشعب الإريتري في داخل إريتريا أيضا يعاني من قلة ذات اليد. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، ومن فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رسالتكم حول هذا الموضوع؟ أولا أؤكد وأجدد من جديد ما قلناه الأسبوع الماضي في حلقتنا مع الأخ أبو ياسر في جمعية كبيري. كان عندنا حلقة، ربما أنت كنت الأسبوع الماضي غائب،
فكانت في حلقة كاملة عن هذا الموضوع في أهمية التفاعل مع المشاريع التي تطرحها هذه الجمعيات. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا مدخل على الأقل للتواصل من جديد مع إخواننا في الكبيرين وبقية كذلك الجمعيات الخيرية اللي هي تعتبر حاضرة في داخل الحاجة بلا شك كبيرة والحاجة ماسة. والفقر اليوم لا نقول فقر فقط ولكنه فقر مصحوب بخوف الاستقرار والأمن، يعني خصوصا اليوم في شرق السودان. في السابق كنا عادي جدا نشعر بأن والله الناس في أرضها وفي بلادها ومخيماتها آمنة ومستقرة. اليوم تقريبا النزوح الذي حصل من بقية أجزاء السودان إلى شرق السودان أدى إلى مضاعفة الوضع المعيشي، فصارت المخيمات تقريبا تعاني معاناة كبيرة جدا. ومن هذا المنبر كما تفضلت نناشد الناس بأنهم لا بد أن يتفاعلوا، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ولو أن اجعل بينك وبين النار صدقة، اجعل بينك ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم الحمد لله الحاجة ماسة لإفطارات الصائم، الحاجة ماسة لكفالات الأيتام، الحاجة ماسة لدعم الأسر والفقراء، الحاجة ماسة لدعم الدعاة، وهم تعرف رابطة علماء إريتريا يمكن عندها عدد كبير أيضا من الدعاة وهم بحاجة إلى كفالات وبحاجة إلى من يعينهم في هذا الشهر المبارك. مخيمات اللاجئين فيها الأوضاع الصحية والأوضاع الطبية وغيرها، أيضا الكثير من القضايا حقيقة تحتاج إلى مساندة. هذا أيضا إذا انتقلنا إلى الداخل ستجد الأمور أيضا أكثر سوءا، مع أن الوضع قد يكون أكثر حساسية. لكن حتى هذه اللحظة فيما يبدو أن التواصل الفردي مع القرى مع المدن مع كذا، إن الناس والله تقف مع بعضها وتسند بعضها وتقف مع فقرائها وتقف مع أرحامها، هذا من المطالب الشرعية المهمة بعيدا عن أي أجواء سياسية. يعني أنت عندك قرية، عندك مدينة، عندك أهل، عندك أقرباء، فلو تكافل، وكثيرا ما أقول للناس والله لو أن أهل منطقة معينة والله تكافلوا فيما بينهم بأنه يقيمون إفطار رمضان شهري مثلا في المسجد الموجود في القرية مثلا، ستجد هنالك نوع من التراحم والتلاحم والتكاتف الذي يمكن إن شاء الله يؤدي إلى أن الناس يتفاعلون. أيضا مما نناشده أن نناشد من هذا المنبر أيضا أن الإفتاء والأوقاف يفترض أن تكون لها أيضا خطة رمضانية. يعني لا يمكن أنت تقول لي أنا إفتاء وأنا أوقاف ولا يكون لك أي حضور في الشأن الديني. وبلا شك أيضا حتى لا نقول بأن والله الأمور سوداوية من كل ناحية، نسمع أحيانا سبحان الله هنالك بعض الأعمال التي تقوم بها الأوقاف مثل مسابقات القرآن والاهتمام بالحفظة ومشاركة في المسابقات، هذا جيد ونشيد به، ونأمل إن شاء الله أن يجد أيضا مساحات أوسع وتعمم هذه الحالة في عموم إريتريا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخ حسن. كذلك يعني وإن ننسى فلا ننسى وضع إخواننا السودانيين في السودان وما يمرون به من ظروف صعبة جدا جدا بسبب هذه الحروب. والسودان بلد احتضن الشعب الإريتري وعلمه ووقف معه، فمهما قدمنا لهذا البلد لا نستطيع أن نوفي حقه. والحمد لله أن الله شرح يعني هذا النظام فاستقبل الشعب السوداني وبيض وجهنا، والحمد لله هذه كانت رحمة من الله. يعني النظام مع إجرامه على شعبه إلا أنه كان رحمة للسودانيين، فالحمد لله أولا وآخرا. رسالتكم للشعب الإريتري في دعم يعني إخوانه من الشعب السوداني، وهذه مهمة جدا جدا شيخ حسن. والله الحمد لله، يعني أنا من خلال تتبعي لعدد من المنظمات الخيرية الحمد لله اللي قائمين عليها إريتريين سواء داخل السودان أو كانوا خارج السودان أو حتى هنا في تركيا، ألاحظ بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ما عادوا يفرقون، يعني وهذه من نعم الله علينا، ما عادوا يفرقون بأنه والله الدعم يكون للإريتريين أم يكون للسودانيين، بل تجد سبحان الله بالأمس متواصل مع أحد المشايخ في شمال السودان وينفذ ما شاء الله في المخيمات هناك التي جاءت من الفاشر، وهو من إخواننا الإريتريين الطيبين جدا مقيم في السويد مثلا، ووجدت ما شاء الله يعني يقيم وجبات الطعام فأنا آمل هذه الظاهرة أن تزيد وأن تكثر إن شاء الله. وكذلك إخواننا في أمريكا نفذوا عدد من المشاريع، لكن تبقى كل هذه المشاريع صحيح أنها جيدة وممتازة وتبيض الوجه كما تفضلت، لكنها دون الحاجة. فنأمل إن شاء الله إنه والله المسألة تخرج من دائرة جمعيات فقط، ليت يكون هنالك جاليات
الجالية الأريترية في بريطانيا مثلا تقوم بشيء، الجالية الأريترية في أمريكا تقوم بشيء، وهكذا. يعني لو أخذت هذا البعد ستكون الفائدة أكبر، وسيكون التضامن مع الشعب السوداني أيضا واسع وأكبر، وبصورة إن شاء الله تكون. أنا أتمنى من رابطة علماء إريتريا أن تتبنى مؤتمرا باسم الشعب الإريتري لدعم الشعب السوداني. طالما اليوم العلاقة السياسية السودانية الإريترية ممتازة، ومؤتمر مثل هذا للدعم يعني الشعب السوداني إغاثة ووقوف جماعة، أتوقع أنه سيجد قبول. الدكتور حسن سلمان، أتوجه إليك بشكر جزيل على هذه الحلقة الطيبة المباركة، وعلى هذا التذكير، وعلى هذه النصائح للقادة العظماء. أسأل الله تعالى أن تجد هذه النصائح أذانا صاغية. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا. كما نسأله سبحانه وتعالى في إريتريا خاصة أن يولي علينا خيارنا ويكفينا شر شرارنا. آمين. سألوا الله في هذا الشهر أن يولي الله عز وجل علينا خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء مهم في هذا الشهر الكريم على مستوى الدول، على مستوى الأفراد، على مستوى الأسر. يا من عندك مشاكل داخلية أسرية أو مالية، أو عندك مشاكل سياسية، أو لك قريب مسجون، فعليك أن ترفع الملفات إلى رب الأرض والسماوات، فهو القادر سبحانه وتعالى، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم في رمضان. أستودعكم الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.